اهلا وسهلا بكم منورين. النهارده هنتكلم عن اسئله مهمه جدا جدا هتفيدكم وهتستفيدوا. اوعوا تقفلوا. سؤال بيجي لي كتير جدا: هل التقويم مضر وهل ليه اضرار ولا لا؟ طبعا التقويم في حد ذاته هو مش مضر، بالعكس هو مفيد لصحه الاسنان، مفيد لشكل السنان، مفيد لترتيب الاسنان بشكل صح عشان ما يحصلش تسويس وتجمع للاكل بين الاسنان. بس هو الاضرار بتيجي دايما من عدم الاهتمام بحاجات معينه في التقويم. يعني مثلا لو انا مركب تقويم ما بهتمش بغسيل سناني، فطبعا هيخلي التقويم يعمل تسويس حوالين كل السنان. فطبعا الاهتمام بغسيل السنان ده مهم جدا. لازم اغسل بالفرش المعينه بتاعه التقويم، لازم اغسل من 4 ل 5 مرات يوميا، كل مره تبقى 10 دقايق على الاقل. ولازم اعمل بخيط السنان بين التقويم وبين السلك عشان ينظف كل الاكل اللي بيتحشر ما بينهم. نوعيه الاكل برضو اللي باكلها لازم تكون طريه جدا. انا ما ينفعش اكل اكل ناشف. الاكل الناشف بيخلي التقويم يتكسر ويبوظ، وده بيخلي التقويم يبقى مضر، ما يبقاش مفيد. فطبعا اللي يركب تقويم لازم يبقى مهتم بيه جدا، ويبقى حريص جدا جدا ان هو حاجه ثمينه جدا في بقه بتعالجه، وان شاء الله باذن الله تبقى ابتسامه جميله وزي الفل.